رمضان أهلا مرحبا رمضان. شهر رمضان، الشهر اللي بنستناه كل سنة. رمضان مش بس صيام عن الأكل والشرب، ده كمان فرص عظيمة إننا نرجع لربنا ونقرب منه أكتر. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأساسيات الدينية اللي لازم نعملها في رمضان عشان نستفيد من الشهر الكريم بأكبر قدر ممكن، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقات وكمان قيام الليل. هنعرف مع بعض ازاي نعيش رمضان صح ونكبر علاقتنا بربنا. خليكم معانا عشان نبدأ مع بعض الرحلة الروحانية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. الشهر ده مش مجرد صيام عن الأكل والشرب، ولكن فرصة عظيمة لتغيير حياتنا للأحسن. واحنا النهاردة هنتكلم عن الأساسيات اللي لازم نركز عليها كويس جدا في الشهر الكريم اللي احنا فيه، لأن دي حاجة بتيجي كل سنة وهم كلهم على بعض 30 يوم، فدي حاجة احنا لازم نفوكس عليها كويس جدا عشان ناخد منه أكبر قدر من الحسنات ونقرب من ربنا. أول حاجة وأهم حاجة في رمضان هي الصلاة. الشهر ده فرصة لكل واحد كان مفرط إن هو يرجع للصلاة بانتظام، ومش بس الفرائض، لأ كمان النوافل والتراويح. التراويح مش فرض ولكن أجرها عظيم جدا، وكفاية إنك تحس بجو رمضان الحقيقي وإنت واقف بتصلي مع الناس. وما تنسوش قيام الليل ولو حتى ركعتين. جرب تصحى قبل الفجر ولو ب10 دقايق وتصلي ركعتين، وهتشوف قد إيه ده هيغير يومك. رمضان هو شهر القرآن، فرصة عظيمة انك ترجع لكتاب ربنا حتى لو بقليل بس مستمر. ما تحاولش تضغط نفسك وتخلص ختمة كاملة لو انت مش قادر. المهم انك تقرأ وتتدبر كل يوم صفحة او نص صفحة. المهم يكون في تواصل بين كلام ربنا. لو مش بتعرف تقرأ كويس، دلوقتي عندك تطبيقات وتسجيلات صوتية مجانية وينفع ان انت تسمعها وتحفظ منها، وفي نفس الوقت تحفظ التلاوة نفسها. المهم انك تبدأ. الصدقة في رمضان ثوابها مضاعف، يعني لو كنت ناوي تساعد حد الشهر ده فهي دي فعلا الفرصة الذهبية. مش لازم تكون فلوس، ممكن بمجهودك. ممكن تساعد في تنظيف مسجد، ممكن توزع تمر ومية قبل أذان المغرب، أو حتى بسمتك في وش الناس. اللي أنا عايز أوصله إن كل حاجة بسيطة ليها أجر كبير جدا. حابب اوصل لكم ان انا جاي عشان اشارك بالمجهود مش اكتر. لما يكون وقت المغرب وكلنا مستنيين الفطور، في اللحظة دي في ناس بتشارك وتساعد في توزيع المية والبلح على العربيات اللي بتعدي في الشوارع عشان كل واحد يقدر يفطر على خير. بتحس قد انك بتقدم حاجة صغيرة بس لكن بتأثر في الناس اللي حواليك. النهاردة الحمد لله كنت بساعد في توزيع المية والبلح على العربيات اللي بتعدي. صحيح مش حاجة كبيرة، بس الفرح في عيون الناس لما لقوا كوباية المية والبلح حاجة جميلة جدا. ده رمضان وكل واحد فينا ممكن يساهم في لحظة بسيطة بس لها تأثير كبير على غيره. ولو احنا مع بعض نقدر نخفف عن بعض في الأيام دي ونخلي كل لحظة في رمضان مليانة خير. ده كان مجرد جزء صغير من اللي ممكن تعمله في لحظة من لحظات رمضان المبارك. زي ما وصلت لكم في الفيديو ان انت ممكن تشارك بمجهودك، وده اللي انا عملته دلوقتي. خلصت شغل وجيت طلعت هنا مع الشباب على اساس اوزع معاهم تمر وبلح وبتاع للناس اللي معديه وقت صلاه المغرب. وده على قد ما هي حاجه بسيطه بس هي حاجه عظيمه جدا صدقوني. رمضان مش بس صيام عن الاكل والشرب، لا ده كمان هو صيام عن الغلط، صيام عن النميمه. يعني بلاش غيبه،
بلاش نميمة، بلاش زعيق وشتايم. جرب تمسك نفسك لما حد يستفزك وتفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يافس ولا يصخب، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حاول تستغل الشهر ده في التعود على حسن الخلق، لأن دي الحاجة اللي هتكمل معاك بعد رمضان. أكتر وقت الدعاء مستجاب فيه هو وقت قبل الفطور، فاستغلوه بجد وما تضيعوش الوقت ده سكان في المطبخ او على الموبايل او قصاد التلفزيون والمسلسلات. فده احلى وقت ترفع ايدك وتدعي بكل اللي نفسك فيه. كمان وقت السحور من الاوقات المهمة جدا واللي الدعاء برضه مستجاب فيها، من الاوقات المهمة جدا والاوقات اللي فيها بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالسحور حتى لو على طمع، يعني لازم تتصحى حتى لو على بلحاية. يعني ممكن يجي لك وقت تقول انا مش جعان، انا مش عايز اكل، انا تقلت في الفطور، لازم تتصحى حتى لو على بلحاية، لان دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحاول تصحى بدري ولو شوية قبل الفجر ب10 دقايق وتصلي ركعتين وتدعي ربنا في الوقت الجميل ده. فحاول تصحى بدري ولو شوية وتصلي ركعتين وتدعي ربنا في الوقت الجميل ده. وصدقني رمضان فرصة مش هتتكرر إلا مرة في السنة، فما تخليش الأيام تعدي من غير ما تستغلها كويس. حاول تطلع بأكبر قدر ممكن من الحسنات والعادات الحلوة اللي تفضل مكملة معاك لبعد رمضان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتحبوا تعملوها في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.